اذا مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غنديرو فيه يعني شنو خاصك تكون عارف يعني قبل ما تحط رجليك في القسم ديال الاولى اعدادي. يعني هاد المراجعه راه مهمه بزاف، وبزاف ديال التمارين كيتشكاو من هادشي اللي غادي نشرحوه دابا. يعني الا ضبطتيه دابا مزيان يعني غادي تمشي في الدروس ديالك في الرياضيات يعني راه مزيان. يعني ولا ضبطتي الرياضيات يعني في السابعه غادي تهنى الاعدادي كامل، يعني التاسعه الثامنه غادي تهنى مزيان. حيت الاساس هو السابع، يعني هي فين كتبني المعارف ديالك. وباش تبني المعارف ديال السابع خاصك هذاك الشيء اللي جاي به انت من السادس يكون يعني مبني مزيان. حنا دابا في هذا الفيديو هذا غنشرح لك شنو خاصك تكون عارف، يعني نذكرك ولما كنتيش فاهم شي حاجه يعني غادي تفهمها هنايا معنا في هذا الفيديو هذا. اول حاجه هي الاعداد العشريه. الاعداد العشريه يعني بزاف ديال التلاميذ كيغلطوا في الحساب، ما كيعرفوش يجمعوا الاعداد العشريه، ولا ما كيعرفوش يطرحوها، ولا ما كيعرفوش يضربوها. المهم حنا في هذه الفقره هذه غنشوفوا كيفاش نجمعوا اعدادين عشريين. الاعداد العشريه هي اللي فيها الفاصله، مثلا 2.1 هذا 2.1 عدد عشري. متفقين؟ دابا راه قالوا لنا نجمعوا هذا العدد هذا. هنا عندي المجموع عندي 27.7 غنزيد عليها 7.74. هنا شنو ندير؟ كنمشي ندير الرقم اللي فيه الارقام يعني العدد اللي فيه الارقام بزاف كنكتبو هو الفوقاني بحال هكا 27.7، وكنمشي ناخذ هذا الثاني نحط الفاصله تحت الفاصله. هاد الفاصله تجي هنايا وندير رقم تحت رقم. يعني هاد السبعه غتجيني هنا ونكتب 7 وندير هنا 7 اخرى، وهنا غتجيني 4. كيجيك رقم تحت رقم والفاصله تحت الفاصله. ما نجيش نكتبها بحال هكا تقول لي صافي غندير الفاصله تحت الفاصله ودير بحال هكا وتكتب السبعه هنايا وتكتب هنايا 7 وتجيب هنايا، فهمتي؟ وتكتب لي هاد السبعه هنايا. لا، الفاصله هي اللي كتقاد لك الميل ديالك. يعني خاصك دير الفاصله تحت الفاصله ورقم تحت رقم. صافي؟ يعني مزيان. الرقم الاول اللي بعد الفاصله تحت الرقم الاول اللي بعد الفاصله، الرقم الاول اللي قبل الفاصله تحت الرقم الاول اللي قبل الفاصله. نتمنى تكون فهمتي. نديرو الزائد، يعني الزائد عادي والو، نزيد عليها 4 هي 4. 7 نزيد عليها 7 هي 14، نحتفظ بواحد، نهبط الفاصله وصلت ليها نهبطها. صافي. وهنا 1 زائد 7 زائد 7 هي 15، احتفظ بواحد هي 3، وغيكون عندك الجواب هو هذا. متفقين؟ ندوزو هنايا دابا. هنا الطرح. هنا الطرح ديما كندير الكبير هو الفوقاني، يعني 31 كبر من 7.1، يعني ندير 31.55 وندير عاوتاني الفاصله تحت الفاصله. ها الفاصله هنا، الرقم اللي بعد الفاصله والرقم قبل الفاصله. ندير ناقص 5 نقص منها والو، شحال تبقى؟ غتبقى 5. 5 نقص منها 1 غتبقى لي 4. نهبط الفاصله. عندي هنايا خاصني نتسلف حيت 1 صغر من 7، اذا كنسلف 10 وكنرجع 1. صافي. نسلفت 10 ولات لي 10 و1 هي 11. 11 نقص منها 7 هي شحال؟ هي 4. و3 نقص منها هاد الواحد اللي هنايا تبقى لي 2. متفقين؟ ركز معايا على الفاصله تحت الفاصله. اجيو هنايا شنو عندي؟ عندي هنا 15.3 غنقص منها 14، يعني الفاصله نكتبها، وعندي 52، يعني 3 تحت الخمسة تحت 3، وهنا ندير 14. متفقين؟ شنو عندي هنايا؟ هنا الطرح. هنا قبيلاش ما كان عندنا والو، قلنا والو زائد 4 كتعطينا 4. هنا في الطرح فاش ما تيكون عندك والو كتكتب صفر، كتزيد صفر هنايا. صافي. وتولي عندي صفر نقص منه 2، صفر صغر من 2، اذا ما يمكنش نقص 2 من صفر. شنو غادي ندير؟ غادي نسلف 10 ونرجع 1. ولات عندي هذه 10 زائد صفر هي 10. 10 نقص منها 2 هي 8. هنا 3 نقص منها 6. 3 نقص منها 6 ما يمكنش، اذا شنو خاصني ندير؟ خاصني نسلف عاوتاني 10 ونرجع 1. ولات عندي هذه 13 نقص منها 6، شحال تبقى ليا؟ تبقى ليا 7. هبط الفاصله. 5 نقص منها 5، 4 و1 هي 5، دونك ولات عندي 5 نقص منها 5 هي 0، وواحد نقص منه 1 هي 0. 1 ناقص 1 هي 0، ويكون هذا هو الجواب ديالي. نتمنى تكون هادشي تتعرف ديرو، حيت الاغلبيه يعني اكثر من نص ديال التلاميذ كيغلطوا في هادشي. ندوزو للفقره الثانيه. في هاد الفقره هذه غنشوفوا يعني الضرب ديال الاعداد العشريه. كيفاش نضربو؟
عندي هنا 32.41 كنكتب ديما اللي فيه الارقام بزاف، في الضرب كنكتب ديما اللي فيه الارقام بزاف نكتبو الفوق باش ما ندوخش. 32.41 مضروب في 5.2. هنايا شنو كندير؟ غنمشي غنحسب الضرب عادي كيف كان، بحال ما كاينه لا فاصله لا والو. نمشي ندير 2 في 1 هي 2، 2 في 4 هي 8، 2 في 2 هي 4، و 2 في 3 هي 6. ندير نقطة. 5 في 1 هي 5، 5 في 4 هي 20، ندير صفر ونحتفظ ب2. 5 في 2 هي 10 و 2 هي 12، نحتفظ ب1. 5 في 3 هي 15 و 1 هي 16. ساليت ندير الزائد، 2 زائد صفر 2 زائد والو هي 2، 8 زائد 5 هي 3، 4، 6 زائد 2 هي 8 و 16. هنا دابا ساليت، يعني درت الحساب، درت بحال ما عنديش فاصله وحسبت. هنا فاش كنسالي كنحسب شحال كاين من رقم ورا الفاصله، ها 1 ها 2 ها 3، كاينين 3 الارقام ورا الفاصله، هنا 2 وهنا 1 هي 3، ها 1 2 3. كنجي هنا نحسب 1 2 3 وندير الفاصله. متفقين؟ اذا تكون هاد العمليه كتساوي لك 168.432. نحاولوا نديرو هادي. هنايا 1 فيه الفاصله، 1 عشري، و1 ما فيهش الفاصله. اذا عادي كيف درنا نضربو 5 في 2 تجيني 10، ندير بواحد. 5 في 7 35 و1 هي 36، احتفظ ب3. 5 في 1 هي 5 و3 هي 8. ساليت الحساب. شنو غندير دابا؟ نشوف شحال كاين من رقم ورا الفاصله. هنايا كاين غير رقم واحد، ها هو هذا ما فيهش الفاصله، اذا كاين غير رقم واحد. نجي هنا نحسب 1 ديال الفاصله، اذا 17.2 في 5 كتساوي لي 8 تساوي 86. صافي. هنايا شنو غندير؟ هنايا بجوجهم عاوتاني فيهم الفاصله، 26.3 في 12.1 نفس القضيه عاوتاني. نضرب 1 في 3 3، 1 في 6 هي 6، 1 في 2 هي 2. ندير نقطة، نرجع للسطر. 2 في 3 هي 6، 2 في 6 هي 12، احتفظ بواحد، و 2 في 2 هي 4 و 1 5. ندير عاوتاني نقطة هنايا، النقطة الأولى النقطة الثانية. 1 في 3 هي 3، 1 في 6 هي 6، و 1 في 2 هي 2. ودابا ندير المجموع. 3 زائد والو هي 3، 6 و 6 12، احتفظ بواحد. عندك اسيدي 3 زيد عليها 3 زيد عليها 2 هي 8. 5 و 6 هي 11، نحتفظ بواحد. هنايا 1 زائد 2 هي 3. ساليت الحساب. نجي دابا نحسب شحال كاين من الرقم ورا الفاصله، ها 1 ها 2، 1 2 ندير الفاصله. اذا هذا هو الجواب ديالي. بالنسبه القسمه كتبغي شويه ديال الوقت، راني دايرها غنديرها في فيديو، غيبقى دايرها في فيديو بوحدها غتبان لكم هنايا الفوق. صافي. وراك اللي غتشوف القسمه ديال الاعداد العشريه. ندوزو للفقره اللي من بعدها. بالنسبه لهداكشي اللي قلنا دابا، اللي باقي ما فهمش شي حاجه بداكشي اللي قلنا حتى لدابا يكتبها لي في لي كومونتير وندير لك فيديو على قبلك نتايا، ماشي مشكل. ندوزو دابا الاعداد الكسريه. الاعداد الكسريه هي بحال هكا 2 على 4 1 على 4، هادو كاملين كيتسموا اعداد كسريه. اذا هنا باش نجمعوا يعني مجموع العمليات، يعني المجموع ولا الطرح ديال الاعداد الكسريه. كيفاش كنجمعوا هذا 2 على 4 زائد 1 على 4؟ دابا هنايا هذا كيتسمى الفوقاني كيتسمى بسط ياك، والتحتاني كيتسمى مقام. هادشي عارفو نتايا مزيان. الفوقاني كيتسمى بسط والتحتاني كيتسمى مقام. دابا باش نجمعهم ولا باش ندير لهم الطرح، خاص التحتاني يكون بحال بحال، خاص التحتاني خاص المقام يكون بحال بحال. هنايا المقام بحال بحال 4 4. فاش يكون عندي المقام بحال بحال شنو كندير؟ كنمشي كنحتفظ غير بالمقام اللي عندي بحال بحال اللي هو 4، وكنمشي نجمع الفوقانيين. 2 زائد 1 يعني 2 زائد 1 شحال كتساوي؟ كتساوي 3 على 4. إذا 2 على 4 زائد 1 على 4 شحال كتساوي؟ كتساوي 3 على 4. هنايا عندنا حالة أخرى. هنا ما عندناش لتحت بحال بحال، ولكن كنعرفوا بأن 6 من المضاعفات ديال 3. 3 اللي ضربناها في 2 كنلقاو 6. 6 من المضاعفات ديال 3. إذا المقام الموحد يعني حنا خاصنا نرجعو لتحتاني بحال بحال. قلنا 6 من المضاعفات ديال 3، إذا غيكون المقام الموحد هو 6.
هو 6. هنايا شنو عندي 10 على 3. كنجي كنقول فاش كنضرب هاد التلاتة هادي وغنلقى 6. كنضرب 3 في جوج، 3 في جوج هي 6. الا ضربت لتحت في جوج كنضرب حتى الفوق في جوج، اللي ضربت فيه لتحت نضرب فيه الفوق، ضربت لتحت في 5 نضرب حتى الفوق في 5. شنو غيولي عندي دابا هنايا؟ 5 في جوج هي 10 في جوج عفوا هي 20 و 3 في جوج هي 6 ناقص 1 على 6. هنا ولا عندي لتحت بحال بحال، يعني المقام موحد. شنو غادي ندير؟ غادي ندير بحال اللي درنا هنايا، كناخد المقام الموحد وكنمشي ندير 20 ناقص 1. شحال كتساوي 20 ناقص 1 هي 19 على 6، وهذا هو الجواب ديالي. متفقين؟ الحالة الثالثة، هنا شفنا الحالة الأولى تيكونوا ديجا هما بحال بحال كنجمعهم نيشان. إلا كان شي واحد من المضاعفات ديال الآخر كنديرو هاد الطريقة، وإلا ما كانش حتى شي واحد. دابا 3 ماشي من المضاعفات ديال 4، و4 ماشي من المضاعفات ديال 3. كيفاش كندير لها؟ طريقة ساهلة، هاد الطريقة ديما خدمها، يعني إلا تلفتي على هاد الطرق كاملين دير هاد الطريقة هادي. كتاخد الكسر الأول كتكتبو بحال هكا، وكتاخد الكسر الثاني كتكتبو بحال هكا. دير هنا الإشارة اللي عندك ياك، وكدير في ياك في وكتهز هذا اللي هنايا، شتي هذا اللي هنا وهذا كتكتبو هنا وكتكتبو هنا، وكتهز هذا اللي هنا اللي هو 4 كتضربو هنا وكتضربو هنا. متفقين؟ لأن هادشي اللي كاين. هاد 5 على 4 كنضربها في 3 الفوق والتحت، و2 على 3 كنضربها في التحتاني ديال الآخر. صافي، ونحسب 5 في 3 15، 4 في 3 12. جدول الضرب خاصكم ضروري تكونوا حافظينه. 2 في 4 8 و3 في 4 12. دابا ولا عندي المقام بحال بحال موحد، إذا نحتفظ ب 12 والفوق غندير 15 زائد 8 اللي هي نكتبو لكم 15 زائد 8. شحال كتساوي 15 زائد 8؟ كتساوي 23، يعني هي 23 على 12. وهنا غيكون الجواب ديالي هو هذا. متفقين؟ هاد الطريقة هادي سواء كنتي كتعرف لهاد الطريقة، سواء كانوا يعني تخدم لك هاد الطريقة في جميع الأعداد الكسرية، يعني بلا دختي ما عرفتيش واش هذا من المضاعفات ديال هذا ولا هذا من القواسم ديال هذا، دير هاد الطريقة. شد الكسر الأول ضربو في المقام ديال الكسر الثاني، وشد الكسر الثاني ضربو في المقام ديال الكسر الأول، وغتخرج ليك بحال هكا. صافي. إذا هادشي بالنسبة للجمع والطرح. بالنسبة للضرب، الضرب شنو كندير؟ الضرب ماشي صعيب، كضرب غير الفوقاني. دابا هنا عندي كسر 3 على 4 في 2 على 9. شنو كندير؟ كنمشي نضرب 3 في 2، ما كنوحد لا مقامات لا والو، في 4 على 9، يعني نضرب 4 في 9. شحال تعطيني؟ 6 على 36. بغيتي تختازلها اختازلها، ما بغيتيش تختازلها خليها هكاك. مزيان. الضرب والقسمة ما فيهمش توحيد المقامات. هنايا 3 على 5 مقسومة على 4 على 10 ياك. هنايا شنو كنديرو؟ هنا كتاخد الكسر الأول شكون هو 3 على 5. ديما الرياضيات كنبداوها من اليمين على اليسار، ما تقولش لي هذا هو الكسر الأول، هذا هو الكسر الأول. فاش كتبغي تكتب انت كتبدا من هنايا 3 على 5 مقسومة، وانت غادي كتمي غادي بحال هكا. إذا الكسر الأول هو هذا، كناخدو الكسر الأول وكنضربوه في مقلوب الكسر الثاني. هذا 4 على 10 كنقلبوها كتولي 10 على 4. ودابا ولا عندي الضرب، وقلنا الضرب شنو كنديرو؟ كنضربو المقام البسط في البسط والمقام في المقام. إذا غتولي عندي 30 في 10، 3 في 10 هي 30 على 5 في 4 هي 20. متفقين؟ هنا شنو عندي 1 مقسوم على 5 على 6. هادي عطيتها لكم ملاحظة باش نقول لكم راه أي عدد ما كيبانش لكم المقام ديالو، راه المقام ديالو هو 1. دابا هاد 1 راه هي 1 على 1. دابا هنا هادي نقدر نكتبها هي 1 على 1 مقسومة على 5 على 6 ياك. وقلنا حنا باش نديرو القسمة شنو كنديرو؟ كناخدو الكسر الأول شكون هو اللي هو 1 على 1، وكنضربوه في المقلوب ديال الكسر الثاني اللي هو 6 على 5. إذا شاش عطيني هادي 1 في 6 هي 6، و1 في 5 هي 5. متفقين؟ أي عدد ما يبانش لكم المقام ديالو، راه المقام ديالو هو 1. متفقين؟ مثلا إلا كانت عندكم مثلا 2 في 3
على 7 مثلا. هنا شنو غنديرو؟ كنقول لكم انا ضربوا المقام في المقام والبسط في البسط. هنا البسط هو 2 والمقام ما كيبانش لكم، اذا كديروا ليه 1. شنو تولي عندي؟ 2 في 3 هي 6 و1 في 7 هي 7. متفقين؟ دابا من بعد غادي دابا كنوريكم القواعد، ولكن من بعد ما تبقاوش نتوما ديروا هاد الواحد هذا توليو تحسبوا نيشان. المهم اللي ما فهمش شي حاجه فهادشي اللي قلنا خليها ليا في لي كومونتير. المهم هذه هي المراجعه اللي قلنا. يعني اللي باقي عنده شي مشكل في هذا الشيء هذا، يعني ما تبداش الدرس الاول ديال الرياضيات وانت ما عارفش هذا الشيء، حيت هذا الشيء اللي كنقول لك راه هو لا باز، يعني الاساسيات اللي خاصك تكون عارفهم. تعرف كدير الجمع، كتعرف دير شنو هما الاعداد الكسريه، تعرف دير القسمه ديال الاعداد الكسريه. يعني شوف هذا الفيديو هذا شوفه مزيان، وغنخلي لك يعني اللين ديال المجموعه في التليجرام. يعني دخل التليجرام التليفون ديالك، تما كتصيفط لي الاسئله اللي ما كتفهمش، تما كنجاوبك صافي. اذا هادشي اللي كاين، وشكرا لكم بزاف. اللي ما كي اللي باقي جديد على هذه القناه يخلي لينا شي كومونتير، راه زعما راه جديد، وشكرا لكم بزاف.